هلا تكرم عينك، 100 نصيحة مثل هالنصيحة. كيف كون مثلك قوية؟ صعبة. ان شاء الله ما تكوني، ان شاء الله ما تعيش اللي انا عشته لتكوني قوية. من قلبي عم قلك اياها. ان شاء الله ما تعيشي اللي انا عشته والحروب اللي خطة من اقرب الناس لصرت بهالشخصية. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تمرق الحياة عندك بانسيابية وسلام يا رب. ما تعوزي يعني تكوني قوية بفضل الله مش بفضل التجارب، لانه انا بحياتي تعبته لرب العالمين معي قد ما كان يضلوا حد تعبته. اللهم امين. ان شاء الله بتمرق الحياة عندك هيك بانسيابية ورواق يا رب، لكل البنات مش بس لإلك. بلال ساعة انت بتبعت لي بوسات، ساعة بتخنقني. حدد شو بدك انت معي ولا ضدي؟ المسيح يحرسك بالقلب، بالقلب. شكرا. التجارب القاسية هي اللي بتعلمك. والله التجارب ما كانت قاسية، لا والله ما كانت قاسية التجارب. اللي حوالي كانوا شياطين، لا والله، لا والله. أنا معي أصلا ما في حدا بيكون مثلك إلا بيكون عاش ابتلاءات. لا أنا ما عشت ابتلاءات الحمد لله. أنا لحد الآن أنا ما عشت ابتلاءات، أنا عشت تجارب. في فرق بين الابتلاء وبين التجارب. بالعكس ادعي لي الله لا يجربك ابتلاء معين. بالعكس الحمد لله أنا ربنا ما أعطاني ابتلاء، أنا ربنا كل تجربة أعطاني إياها كانت لخيري. بعدين عرفت أنه كانت لخيري. ونحن عنا بمفهومنا الديني وبمفهوم تربية أهلي، الإيد اللي بتجربك ربنا بيستلقيك بتاني إيد. فبالعكس هيدا منه ابتلاء، بالعكس هيدي نعمة، هيدي هي الحياة. أنا ماني عايشة ببرج عاجي وجاي على الحياة لأقعد بالمالديف وشوف الطيبين والطيبات. أنا بدي أشوف الخبيثين والخبيثات، بدي أشوف أصحاب المصالح، بدي أشوف اللي ب100 وجه وبدي أتقبلهم. بالعكس أنا بشكر ربي إنه قطعت هالمرحلة وأنا بعدني بقواي العقلية وبعدني باتزاني وبعدني بحكمتي. هيدي نعمة مش ابتلاء. حبيبتي ويحميكي. تحية من جنوب لأشرف إنساني. شكرا شكرا شكرا. حبيبتي انتوا المحترمين. طيب مش يمكن يكون ابتلاء من ربي؟ لأنه الله لما بيبتلي شخص يعني بحبه. لايك اسمعي تقلك، ربنا رب العالمين رب رحمة، رب رحمة ومغفرة. ما تصدق اللي بيقولوا لك إياه.